واش خبارك ان الموتور ديال المازوت ما فيش بوجيات بشكل ياك الخوت؟ اليوم الحلقه على المحرك ديال المازوت او الديزل، كيفاش كيخدم، شنو الفرق بينه وبين الموتور ديال ليسانس او البنزين اللي اصلا فيه درت عليه حلقه مي بحالها كانت ملخصه بزاف. المهم هاد الحلقه يكون فيها جميع المعلومات على طريقه الاشتغال محرك الديزل. اولا المحرك ديال المازوت اخترعه مهندس الماني رودولف ديزل سنه 1892، وكان الغرض منه انه يلقى محرك فيه جهات اكثر من محرك ديال ليسانس، حيت واخا هكاك ليسانس ما خدامش الالات الكبيره، وغنعرفوا علاش ملي غنكمل الفيديو. ثانيا كيفاش كيخدم الموتور ديال المازوت. كنت قلت لكم في المحرك ديال ليسانس ان الموتور كيدير 4 ديال الاشواط باش يخدم. الاولى السحب وهي كيدخل الهواء، ثانيا كيضغط داك الخليط اللي فيه الهواء اللي دخل وليسانس وكيطلع البيستول وكيتسدوا لي سوباب. ثالث عمليه وهي الاحتراق، البوجي كيعطي واحد الشراره وكيشعل داك الخليط. وكنت قلت لكم بلي الهواء فاش كيشعل كترتفع درجه الحراره ديالو وكيتمدد، وحيت كيتمدد كينزل البيستول بقوه اكبر. رابعا واخر عمليه وهي كيتحل السوباب ديال الاكزوست وكيطلع لينا داك الدخان اولا داك الخليط اللي تحرق، وهكا كتبقى تعاود هاد العمليه فكتولد لنا قوه حركيه. دابا المحرك ديال المازوت واحد المعلومه خاص تعرفوها بعدا، ليسانس ساهل يشعل عكس المازوت. البوجي صعيب يشعل المازوت، ولكن المازوت كيشعل الا تشكلت لينا واحد القوه ديال الضغط كبيره. نبداو باول عمليه، انت كدور الكونتور، البومبه ديال المازوت كدور وكتوصل المازوت للموتور، الديمارور كيدور وكيبداو البيستولات باول عمليه وهي السحب. كينزل البيستول كيجبد معاه الهواء كيعاود يطلع، كيدير واحد الضغط اللي كبير، الهواء كيتضغط بزاف وكتزيد الحراره ديالو كيوصل حتى ل 500 سيليسيوس. هنا المرحله الثالثه وهنا فيه كاين الاختلاف. هذا اللي كيبان لي بحال البوجي ماشي بوجي، هذا الدور ديالو كيلوح شويه ديال المازوت بشخ كيشعل بسبب داك الضغط الكبير اللي قلنا. وهادشي علاش ما داروش البوجي، حيت الشراره ما غتشعلوش. اخر شوط راكم عارفينه اللي البيستول كيعاود يطلع باش يخرج داك الدخان. وهاد اللعيبه اخترعات قبل المحرك ديال المازوت، وهي باختصار كيقول لك الا درتي وسط هاد اللعيبه شي حاجه قابله للاشتعال ووركتي بالجهد كتولد واحد الضغط الكبير، وهادشي اللي كيخلي ديك اللعيبه تشعل. وعمركم تسائلتوا علاش الموتور المازوت كيبقى يشطح بزاف واخا الموتور جديد؟ انا نقول لكم علاش. كما قلت بلي المحرك ما فيهش بوجي، يعني ما نقدروش نتحكموا في امتى غيشعل الخليط. يقدر يشعل قبل ما يوصل للتوب سنتر، هي اخر بلاصه كيوصل ليها البيستول او نقطه الاشتعال. وحيت بعض المرات كيشعل قبل ما يوصل للتوب سنتر، هادشي كيخلي لينا الاهتزاز. واكثريه فاش كتزيد الترسبات داخل المحرك وحطريفات ديال الدخان مخلط بليسانس كيطيحوا لداخل وكيكونوا السبب باش ان المحرك تولي فيه مشاكل وكيبقى يتهز بزاف، وطبعا كيبدا يخرج لك الدخان كحل. وهادشي علاش ديما كتلقى المحركات ديال المازوت قايله وعامره، فهمتي، باش تخفف الاهتزاز والصوت وتحمل المسافات الطويله. واحد السؤال اللي يقدر يجيك، شنو غيطرى الا درنا ليسانس في الموتور ديال المازوت؟ الموتور غيخدم ولكن غيشعل قبل ما يوصل البيستول للتوب سنتر ديالو، حيت كما قلت لكم ليسانس ساهل يشعل والموتور غياكل الضغط ديال بصح. ولكن الا درنا المازوت بلاصه ليسانس ما غيشعلش، حيت عاوتاني كما قلت البوجي ما غيقدرش يشعل المازوت. نتمنى نكون شرحت مزيان، واللي عنده شي سؤال يخليه في كومنتات مرحبا. وهذا مكان ما تنساوش دوزوا عندي الصفحه ديال الفيسبوك، ها هي نحطها لكم في الوصف اولا في اول كومونتير. تهلاو.